بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير على كل متابعين قناتنا، يا رب تكونوا بخير. مصوره لكم يا جماعه الفيديو ده من فتره كبيره شويه، يعني اللي هو بتاع العلاج للحوامل في الشهور الاولى، عشان انا حامل والمفروض، بس انا خلاص انا قربت اولد. انا كنت مصوره من اول شهر يعني مصوراه، فقلت اعرضه عشان خاطر ايه البنات اللي بتحب تعرف ايه هو العلاج اللي بيتاخد في اول الحمل وكده. تعرف زي ما انا ما كنتش اعرف، برضو بفضل اسرش على جوجل وكده. مجرد يعني ان الواحد يبقى عارف ايه اللي بيتاخد في الشهور الاولى. طبعا حاجتين: الفولك اسيد بتاع تشوهات البيبي والفيتامين سي. ده فولك اسيد كانت كاتبهولي الدكتوره اهو، اسمه كوبال. طبعا اكيد في اسامي كتير وشركات كتير، بس هو يعني كله بينطبق تحت ان هو ده الحمض الفوليكي، الفولك اسيد اللي هو بتاع تشوهات الجنين. ده لازم يتاخد في الشهور الاولى، ماشي. وايه معاه اللي هو الفيتامين سي. في فيتامين سي كبسول، وفي كده حبيبات صغيرة. وفي فيتامين سي اللي هو الأقراص ده اللي كان بيتاخد أيام كورونا، فوار. أنا جربت الكبسول الأول وبعد كده جربت ده. كانت الدكتورة قالت لي يعني تجيبي ده يا تجيبي ده، بس طبعا الفوار أحلى بكتير عشان الهضم بقى وكده، وأحسن كتير عشان خاطر موضوع الحوامل في الأول والأكل والهضم مش عارف ايه، بيبقى عندهم مشكله في الموضوع ده. فالفوار بصراحه احلى، فانا حبيت اعرض لكم العلاج ده. طبعا هو كده كده بنروح للدكتور وبنعرف الاول، بس ده مجرد كده ان الواحد يبقى عنده خلفيه بناخد ايه في اول شهور الحمل. وما بيتاخدش علاج تاني ابدا طبعا، لان اي علاج بيبقى غلط على البيبي. هما دول بس اللي بيتاخدوا لحد 4 شهور كنت باخدهم. فده بالنسبه للعلاج. بالنسبه بقى للاسم، طبعا انا في علاجات تاني كتير طول فتره الحمل، بس انا كتبت دول اللي بينطبقوا على كل الستات. بقيت حاجات شهور الحمل بقى حديد وكالسيوم وكده، وطبعا كل واحده بتتابع والدكتور بيكتب لها اللي مناسب ليها. لكن بالنسبه بقى لاسم البيبي، انا كنت فعلا عايزه كنت تقولوا لي اسماء اولاد. انا عندي زايد وعندي سيف، ولدين، والتالت جاي ان شاء الله ممكن بعد اسبوع كده او 10 ايام يعني تقريبا. فالمهم عايزة اسم بقى ولد، سواء جديد سواء قديم، بس اسم يكون حلو، يعني مش مرتبطة بالحرف ان هو انا عندي زايد وسيف بعيد عن بعض، مش مرتبط ان الحروف زي بعض او كده. فيا ربي تبعتولي كل اللي عنده اسماء بجد حلوة يبعتالي، عشان خاطر يمكن اختار منهم اسم، بما اننا فعلا محتارين جدا في اسم البيبي. وبس، وشكرا لكم جدا، واستنونا في فيديو جديد ان شاء الله. شكرا.